بس الشيعة الأبرار خدام الحسين، لذلك الله يطاوع للشيعة، الله يحب الشيعة. منو سمانا شيعة؟ أول ما سأل آدم لماذا سميتم شيعة، وموسى سأل كذلك، فقال لأنهم خلقوا من شعاع محمد وآل محمد. الله سماكم شيعة بالعافية عليكم. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه. وبعدين شيعتنا لا تفرحون كلكم. اسمع ماذا قال الامام الباقر عليه السلام: فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله واطاعه. يعني بالاطاعه، مو عبالكم بالسب والشتم والقذف وانت منو وانت شنو وانت وكلكم من هذا الشعاع. دير بالكم على روحكم، اتقوا الله، فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله واطاعه. قول الامام الباقر عليه السلام: شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. شيعتنا ولا تكونوا من السبابين. تحياتي للجميع. سيد عماد الأعرج من برنامج نقاش واحترام، ان شاء الله توصل لكم الرساله. مو عبالكم شو تسووا انت قبل بالجنه، لا ترى الجنه وقودها الناس والحجاره. صح ان الله شديد العقاب، لكن احن من الام على ولدها واقرب اليكم من حبل الوريد. فعليه ما دام الله سبحانه وتعالى يحترمنا وقدرنا وميزنا عن الملائكة والحيوان، لازم احنا مقابلها شنو؟ نقدر هذا الشيء. فنتعامل بمن؟ بالاخلاق، بالانسانيه، بالاحترام، بالتقدير، بالمؤاخاه، بالعشره، والكلمه الطيبه صدقه. صدق الله العلي العظيم. سيد عماد الأعرج من برنامج نقاش واحترام، تحياتي للجميع، اخوكم وخادمكم.